ما تسمحونا سيدي؟ ثواني عم يسألني انه احكي قصة التوبة تبعي. بسم الله. معقولة؟ الصوت عالي؟ ليش صوتي مو مسموع للآخر؟ خلي لي اياه. يعني سبحان الله ما في شيء يستحي منه. يعني كنت عاصي على الله سبحانه وتعالى وكنت مؤذي، ونحن 13 شاب بالبيت، اخوات واولاد عم ربيانين سوا. مرة فات حرامي على بيتنا، رقدنا احنا الكل وراه، شلح صباط وهرب، اخذنا الصباط تبعه. ف أبو أسعد صافي ابن عمي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يوم الله سبحانه وتعالى أراد في الخير وبلغ من الأذى تبعي، إنه مرة إجا رجل، كنت راكب ميتور ياماها، إجا رجل لعندي نعم، قال لي شيخ، هدول ما كنت شيخ، قال لي فلان هالمصاري إلك، دستة مصاري. قال له ليش هدول؟ قال خذهم. رح آخذهم، بس قال لي ليش؟ قال لي والله تقاسمنا الورثة كلياتنا وزاد هالمبلغ واختلفنا عليه نحن الأخوة، كل واحد بده ياخذ المصاري. قال لي حلفت يمين ما بعطيهم الا لشر الناس. قال لي جيت، قال لي سالت قالوا لي انت جيت لعندك. ناوي رح اخذهم مشان يمينك، بس بدك تاكل قتلي قلت له لانك سبيتني. قتلته. قتلته. لهلا عايش، لهلا بيسلم علي. فهل وتزوجت وتعترت الزوجه معي تعتير غير شكل، لا بتسترجي تحرد ولا بتسترجي ما تسمع الكلمة. أحيانا بالطريق كنت الله يهدينا، نعم، كنت أضربها أحيانا بالطريق. بعد التوبة هلا هي بتكون ماشي أنا وياها، هي بتبوكسني، بتقول لي هون مرة ضربتني بوكس. الله لا يسامحك، تضربني بوكس على قلبي. يعني سبحان الله، هي حست أكثر شيء بتوبتي. سبب التوبة تبعي نعم، كنت نايم فشفت بالرؤيا أني أساق إلى جهنم بالسلاسل، بالجنازير، جنازير بإيدي برقبتي برجلي بخصري، مربوط لجنزير كبير. هالجنزير الكبير في ناس حواليه بالآلاف، لا مبين أوله ولا مبين آخره، وعم يسحبونا نحن الكل. لك يعيشوا يا سيدي. وأنا عم أبكي، بس كان حلم، رؤيا كأنها حقيقة. ارتعبت رعبة لا أوله ولا آخره، وكنت أقول له يا رب إذا بطلع من هون لأعيش مثل ما عاشوا الصحابة الكرام، يا ربي إذا بتطالعني من هون من هالموقف هذا، أنا ما بيحق لي لك يوم القيامة يا ربي أرجعون، لأنه طلبت الرجعة وهي إذا رجعتني، يا ربي بس طالعني من هون، يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، يا رب. أبكي، فزيت لقيت حالي بالتخت، كنت أثناء أنام على تخت. نعم، صرت نطرت. نعم، العيال قالت حالها خير إن شاء الله. والله تحممت، غيرت أوعية، كان الدنيا صلاة العصر، رحت على الجامع. بقى أنا خباز، بننام بالنهار، نحن بنشتغل بالليل كنا. رحت على الجامع، فت على الجامع بطلوا يصلوا. قال خير إن شاء الله، إذا جاي تسرق صباط هي بياع صبابيط برا، الصباط اللي بدك يا روح خذه، نحن بندفع حقه، بس حل عنا. قال والله جاي يصلي. قال إمتى كنتوا تصلوا أنتوا؟ فعلا ما فينا واحد بيصلي، نحن الكل. قال لا مش أنتوا أكرم من الله؟ والله وقفت بدي يصلي، الله أكبر، وقفت معه، واحد حط إيديه هو، واحد حط إيديه هو، قعدنا بالتشهد، واحد فرشخ رجليه، واحد إجريه هيك، طلع على أنا بدي أشوف شو عم يصلوا لأصلي. بالتشهد واحد رفع أصبعته ما عاد نزلها، واحد رفعها ونزلها، واحد صار يحركها، لقد حد يبطش فيهم هالناس، لك ما يصلوا مثل عالم الناس مشان نصلي مثل حكايتهم. ما بعرف صلي. بدأ أصلي لحالي، خبصت الدنيا. مرة بالفرن كان في عنا واحد، ضربته بالمنشار روحت له رجله. اي والله. تذكرت انه الشيخ بخطبة الجمعة قال انه كل انسان لك معه موقف في الدنيا، لك معه موقف يوم القيامة. والله رحت لعند هالرجل، بوسته، قلت له سامحني مشان الله. قال لي الله لا يسامحه. رحت اشتريت له نعموية سودانية وبصلة خضراء، المسلخ جنبنا تازة، قلنا له هي نعم سودانية وهي. سامحني. قال ما بسامحه. قلنا له هي سيكار كوبي كليوباترا نعم بورقته. بس سامحني. قال ما بسامحه. الله لا يسامحه.
ما بدك سامحني؟ قال لا. رحت على أوعي طلعت سكينة هيك، تعالي بده يشتكي ويشتكي بفرد مرة، خليه يشتكي بفرد مرة، شكوى محرزة. ورقدت وراه ورقد دام مني هرب. كمشوني تلاميذ سيدنا الشيخ صالح، أخذوني لعند الشيخ، قال لي يا ولدي ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. شوف أهل الله شلون مشيوا، وامشي لحالك تخبص الدنيا. كان إذا زلمة سب الدين أخذ شاكوش، إيده حديد وهي حديد، قلت شو من أول فرن لآخر الفرن. إيه نعم، إذا أجت على الحيط تهد الحيط، يهرب ما عود يشتغل. علموني شلون بدي خاطب الناس، علموني كيف بدي أعيش مع الناس، علموني كيف بدي أعيش مع أهل بيتي، كيف أولادي بدي يكونوا أصدقائي، كيف الزوجة نعم بدي يكون لطيف معها، وين المودة والرحمة، الجيران كيف بدي يكون معهم، التلاميذ اللي درستهم كيف بدي أعيش أنا وياهم. علمونا شغلات كثيرة وطولوا بالهم علينا. نعم، مرة الدكتور توفيق ابن الدكتور سعيد رمضان البوطي كان في مولد بحارة جديدة، راح ألقى كلمة عن التوبة يلي قتل 99 زلمة وكمل على 100. بعد منه مو معقول يقدموني قبل أولاد البوطي لأنه هن أعلم منا وهن مشايخنا. قدموني أنا بعد منه، قلت له هذا شو بيعرفوا بالتوبة؟ هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أبوه الدكتور سعيد جده ملا رمضان. أنا أسألوني عن التوبة ولا ينبئك مثل خبير. أنا بحكي لكم عن التوبة والمعصية والتوبة. بلشت الناس تضحك، أولاد حارتي كلاتهم بيعرفوني. لهلا لما أمروا سوق الجمعة شو بيقول واحد تحت تحت تحت، شايف هذا الشيخ؟ بقول له إيه؟ هلا بس يروح بحكي لك عليه. لهلا بسمعها بإذني. يعني سيدي الحمد لله الحمد لله. البطل اللي بيمسك الحية وهي حية. إذا فيك تتوب وتترك المعاصي كلها وتقول أنا مسلم، أنا ملتزم، مو متعصب، أنا ملتزم بتعاليم الله سبحانه وتعالى، أنت رجل ساعتها بتكون. هي التوبة في شغلة غيرها، أنا ما يطلبوا المستمعون لأنه الله يرضى عليكم. ما أشد أمر يعني أحزنك وآلمك في سنوات الأزمة؟ لا، سأل حصرا على الأزمة. طبعا أنت عانيت بالأزمة سيدنا. طبعا. وكنت بدرعا، كنت لا زال عملك قائم بالدعوة قبل يعني وحتى أثناء الأزمة. نعم كنت موجود. صحيح صحيح سيدي. يعني كنا من الناس اللي تأثروا. نعم، راحت لي كنة نعم عمرها 17 سنة قبل عرسها ب3 أيام، جاي تعلق أواعيها نعم، فأجتها طلقة ونامت على التابلة وماتت. فسبحان الله يعني اللي صاب الناس أصابنا، واللي آلم الناس آلمنا. نعم. ويعني وكثير مثلا بيوت راحت لي نعم، بيوت أولادي وكذا. فبدها رجع على الله سبحانه وتعالى، رغم أنه الأزمة عواب ما تلم شملنا، عواب ما تحببنا ببعضنا، فرقتنا. الأزمة علمت الناس الكذب، وعلمت الناس نعم النصب والاحتيال، وعلمت الناس السرقة، وعلمت. فبدها رجع على الله سبحانه وتعالى مشان نظبط أمورنا. ما هي أمنية الشيخ فتحي الصافي؟ الأمنية لا تتحقق، لكن رجائي بالله سبحانه وتعالى أنه نعم يعني إذا كان يعني الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته أنه يعني يكرمني بقى. نعم. وبعدين الناس كل طلابنا اللي درسوا وتعبنا عليهم في عهد بيني وبينهم أنه الناجي بيأخذ بإيد أخوه. كان ابن قيم الجوزية كان يدرس بالجامع الأموي، آلاف من الطلاب بين إيديه. مرة طلع بالطلاب كلياتهم ثم قال: الويل لك يا ابن القيم إن نجا هؤلاء يوم القيامة ولم تنجو أنت. شو بيدريني هالناس اللي درستها تنفذ أنا ما أنفذ. نعم. ففي عهد بيننا وبين الناس. نعم. أنا ما درستكم بس لعل وعسى. نعم يعني لأنه اللي بينجو بحق له يشفع. نعم. فبركي نعم بتقول إنه مثلا والله كنت قاعد بدرس الشيخ استفدت. نعم. تاخذني بإيدك أنت ماشي، ما حدا بيعرف مين فينا بده ينفذ مين فينا ما ينفذ. في كان أخ بده يسأل سؤال. قل لي سيدي. الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه المعلم، شيخ تربيت على ايديه عبد الرحمن الشاغوري. نعم يا سيدي. يكون بجامع الحنابلة قالوا له اقرا عن ما يطلع عنه، قال له اقرا عنه. نعم يا سيدي. كان عندنا درس بجامع الحنابلة، فأجت امرأة مع أنينة مي، زوجها معه سرطان 13 سنة، أكلوا السرطان أكل. لما عجز الطب قالوا للناس اصدي أهل الله، فأجت على الجامع لعنا، حسنت الظن فينا، جايبة أنينة وأعطتنا الأنينة. قال شيخ يعني بتمنى أنه تقرأوا سورة الفاتحة تيمنا بالذي اللي في صحيح البخاري.
تقرأ الفاتحة على أنية المي نصيها للرجل لعل وعسى أن الله سبحانه وتعالى يجعل له فيها الشفاء. فتحنا الأنينة وقرأنا سورة الفاتحة واحد واحد بكل خشوع. بعتنا أعطيناها الأنينة ما في نص ساعة دبوا الصايح. شو في؟ قال مات الزلمة. صقوا مي قال مات. قلنا له للطلاب قوموا نهروا. فكنت زور أحيانا سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري أواخر حياته رحمه الله تعالى، فأحيانا أوطع وما أروح، فكانوا اللي ملاصقين له دائما على طول عنده إذا شافوني بسوق الجمعة بركن الدين وين ما كان يقولوا لي شيخنا ما شاء الله طالع عن سيدنا، والله سيدنا بيحبك، والله سيدنا لما تطلع لعنده إيه نعم يعني هيك بتمازحه وبتحكي له شغلات إيه. فطلعت لعند سيدنا الشيخ لقيت عنده مشايخ وقاعدين وكذا، أعطوها هيك سكتة شوية، قلنا له سيدي احكي لك شيء عن كراماتي. صار يضحك الشيخ، يعني شو الكرامات يعني؟ أنا لي كرامات أنا، يا سيدي احكي لك عن كراماتي. قال لي إيه؟ قلنا له سيدي والله هيك القصة بيت فلان معروفين العيلة يعني اللي قريت له اللي قرينا له أنا أمي محمد. قلنا له والله قرينا له ومات الزلمة. إيه والله اللي بيجوز الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه إيه نعم إنه ريحه. قلنا له سيدي أقرأ لك على كاسة مي ضيف لك الناس. قال لي لا ما خليهم عايشين. فسبحان الله يعني أحيانا الناس يظنوا يعني إنه مثلا بيجي واحد بالشارع امرأة أو رجل شيخ حط إيدك على راسي اقرأ لي. وأكثر شيء بيضيمني لما بيحملوا ولد صغير ولدان حديثا بيجيبوا لي يا شيخ مشان الله حنكه. لك هذا الولد لسه ريقه ما في شيء، نحن ريقنا في إيه نعم حيايا وعقارب وديناصورات إيه نعم. شو ريقنا نحن؟ اسناننا لحالنا بلاوي زرقاء. ما واحد هلا منا يقيم هيك من اسنانه ويحط على الميكروسكوب ليلاقي شيء بينفخ وشيء بيطير وشيء بيعود وشيء. قال الشيخ حنكه. شو بدي يحنك فيه هذا الولد؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحنك الاطفال، ريقه لسيدنا النبي هذاك، ريقه شفاء لسيدنا النبي. مين نحن؟ فبيعطوني تمره شيخ، باخذ التمره ما برضى اعضها باسناني مشان ما يطلع من اسناني عليها شيء، فبقسمها بايدي وبحنك الولد، وبعدين ايه نحن تلاقي انا باكل مشان الولد هو يكون حنكني الي. هذا لسه صحيفته بيضة ما في احلى منه. وبيجوني على الجامع حامي الولد وجايب لي بايده كم تمره وجاي لعندي، باخذ تمرات بحطهم بجيبتي ايه نحن، وبقول له خذ ولد وشي الله يرضى عليه ولا اشتغل للشغله. فبياخذوا في بعض مشايخ قال بيروق التمره وبيحنكوا. لك ليش؟ انا احد مشايخي حنك ايه نعم ابن احد المشايخ صار عمره الولد 4 سنين وما حكى. ما حكى ولا ما لكم على اساميهم معروفين هذول المشايخ. اي نعم. قال لاك التمره وحنكوا 4 سنين عمره ما حكى ولا كلمه الولد تم ساكت. يعني ما بنعرف. فلذلك يعني لا تعطوها زياده الشغله انه والله فلان ولي فلان كذا فلان، هي عند الله سبحانه وتعالى. والعلم مطلوب، العلم مطلوب، يعني لازم الانسان يكون عالم، يكون مطلع، يكون عنده ثقافه. يعني شيخ وجهل بس على الحل، يعني بس بيعرف نواقض الوضوء وكذا ما بيصير، لازم يكون عندنا اطلاع بكل شغله احسن لنا وللناس ان شاء الله. بارك الله فيكم، احسن الله اليكم. خلينا اياكم. اهلين بالشيخ، اهلين باخي، الله يكرمك. باسمكم جميعا نشكر فضيلة أستاذنا وشيخنا الشيخ فتحي أحمد الصافي على ما أفاد وأجاد. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقا من بعده تفرقا ميمونا معصوما. ونريد أن يعني ما شاء الله نشرف بشيخنا إن شاء الله، وندعو له بالشفاء والصحة والسلامة والعافية.